تستقبل دور العرض السينمائية عدة أفلام مصرية جديدة تعرض في فبراير لعام 2025 والتي تتنوع ما بين الكوميدية والرومانسية وذلك بالتزامن مع عيد الحب الذي يميز شهر فبراير. ونستعرض سويا أبرز الأفلام التي ستعرض في السينما المصرية والتي يتشوق الجمهور لرؤيتها والاستمتاع بمشاهدتها في السينمات مع الأهل والأصدقاء والأحبة في شهر الحب. فيلم لأول مرة بطولة تارة عماد. طرحت الشركة المنتجة لفيلم لأول مرة الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يدور في إطار درامي تشويقي والذي يكشف عن أوجه الحب والخيانة. وتدور أحداث فيلم لأول مرة حول الزوجين خالد وغادة، والذين يعيشون في سعادة كبيرة إلى أن انقلبت حياتهما رأساً على عقب بعد اكتشاف الزوج خيانة زوجته، والتي تهدد علاقتهما وحياتهما، وتتحول علاقتهما العاطفية والرومانسية إلى عنف كبير. وتظل الخلافات قائمة بين الزوجين طوال ليلة واحدة، والتي لا تقتصر المواجهة بينهما على الكلمات فقط، بل تتصاعد إلى مشاهد من العنف النفسي والجسدي، مما يزيد من التوترات العميقة بين الشخصيات. ويخوض بطولة فيلم لأول مرة كل من تارة عماد، عمر الشناوي، رانيا منصور، نبيل عيسى، عايدة رياض، وغيرهم من الفنانين، من تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام. فيلم نجوم الساحل من بطولة ميان السيد وأحمد داش. كما طرحت الشركة المنتجة لفيلم نجوم الساحل البرومو التشويقي، وذلك استعداداً لعرضه في شهر فبراير المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن. ويدور فيلم نجوم الساحل حول مجموعة شباب يسعون لإقامة أضخم حفل في الساحل، والذي يشهد العديد من الأحداث الكوميدية والرومانسية والأكشن أيضاً. ويظهر في الإعلان التشويقي الرقص والسهر في حفلات الساحل، والتي يقيمها الطبقة الغنية من المجتمع. يلعب بطولة فيلم نجوم الساحل كل من ميان السيد، أحمد داش، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبح، تميم حافظ، مالك عماد، من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف. فيلم 6 أيام يعرض في فبراير 2025. أما فيلم 6 أيام الذي تم طرحه في 16 يناير الماضي يستمر عرضه في السينما حتى فبراير المقبل 2025، والذي سيكون فرصة مميزة للعشاق لمشاهدته في يوم عيد الحب. وجاء في إعلان فيلم 6 أيام لأحمد مالك وآية سماحة لقاء يجمع بين يوسف وعالية، ويتحدثان عن ذكريات الطفولة، ويحاول كل منهما التعرف على الآخر من جديد، حيث أن يوسف أصبح طبيباً وعالية أصبحت ثرية، وذلك بعد سنوات من قصة حبهم. ويكتشفان أن هناك اختلافات بينهما كبيرة، وتنشأ بينهما العديد من الخلافات، ولكن هل تستمر قصة حبهما أم الابتعاد سيكون الخيار الأمثل لهما؟ هذا ما سنشاهده في الفيلم. ولعب بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، آية سماحة، وغيرهم من الفنانين، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.